أهلا بكم أحبتي في مسلسلكم المحبوب، المسلسل اللبناني عروس بيروت، الجزء الثالث، الحلقة 13. تطورات جديدة في الأحداث والتي بدأت تزيد من وتيرة التشويق بعد التحالف بين العمة ألفت وآدم ورغبتهم الشديدة في تدمير عائلة الظاهر، لتضيف العمة سبب جديد عندها لانتقام من ليلى وهو حبها لعادل. فكيف ستكون الأحداث القادمة من مسلسل عروس بيروت الجزء الثالث الحلقة 13؟ تبدأ الحلقة حين أتت العمة وأخبرت الجميع أن موضوع بيع الأرض لن يتم بسبب أن المشتري بالقائمة السوداء لدى البنوك. وخليل يتعصب ويقول بعد أن تذهب العمة أنها تكذب عليهم، وسوريا تسأل لماذا سوف تكذب، وترد عليها ليلى أن هي من ستجيبها بدلا من خليل، وأنها فعلا تكذب، وأنها تريد أن تبقيهم تحت الأرض، وأنها أخبرتهم من قبل أن عمتهم شريرة ولا تريد الخير لهم. في مشهد لاحق مع هادي يلاحظ أن ساري تجهز نفسها لكي تخرج ويخبرها أنه قد حضر لها الشاي، ولكن سارة تخبر أنها تشعر بالانزعاج وترغب بالخروج لكي تستنشق الهواء. ويشعر هادي أن سارة ليست على ما يرام ويسألها إذا كانت بخير، وترد عليه أنها بخير. وفجأة يرن هاتف سارة وتدخل للغرفة لكي تحضره لأنها كادت أن تنساه. ويحاول هادي أن يسمع ما الذي تقوله سارة على الهاتف، ولكنه يفشل في هذا الأمر. وبعد أن تذهب سارة يدخل هادي إلى غرفتها ويبدأ بالتفتيش في أغراضها لكي يعرف ما الذي كانت تخبئه سارة. ويفتح الكمبيوتر ويكتشف هادي أن سارة كانت تبحث عن مستشفى للإجهاض. وينصدم هادي كثيرا ويأخذ صورة من العنوان ويخرج بسرعة لكي يبحث عن سارة. في وقت لاحق يظهر لنا آدم يوقع على أوراق الطلاق، وبنفس الوقت يظهر لنا خليل مع حليم، والأخير يقول لخليل أنه يريده في عمل صعب، ويسأله خليل عن الذي يريده، وحليم يخبره أنه يريده أن يذهب معه إلى المنزل لأن يشعر أنه بورطة كبيرة وبحاجة إلى شخص يساعده. ويسأله خليل مرة ثانية ما هو العمل، فيرد عليه حليم أنه يريده منه أن يذهب إلى منزله لكي يحضر له جواز سفر وبعض من أغراضه، لأن الشرطة تراقب المكان وأنه لا يستطيع أن يصل إلى منزله. ويظهر لنا فيما بعد العمة ألفت والفتاة في افتتاح المشروع الجديد، ويأتي الافتتاح أصدقاء سامية التي أحضرته من الجمعية الخيرية التي تترأسها ليلى. وتبدأ العمة تتعرف عليهم ويأخذون صور تذكارية، ويسأل العمة عن السيدة ليلى، فترد عليهم ألفت أنها قامت بتوجيه العزومة لليلى ولكنها رفضت لأنها مشغولة بمشاكلها هي وابنها، وأنها مشغولة في تربية أحفادها وتجلس في المنزل للأكل والطبخ لهم. أعضاء الجمعية يسألون العمة ألفت أنهم لم يسمعوا عنها من قبل، وأن السيدة ليلى لم تأتي على سيرتها في وقت سابق، فهل من الممكن أن يكون هناك مشاكل بينهما؟ تنحرج العمة وتكمل إحدى السيدات أنهم سمعوا أنها قد أعطت السيدة ليلى شقة من عندها، فترد عليهم العمة أنها بالفعل أعطتها منزل من عندها لأنها وجدتها تسكن هي وأبناء في منزل مساعدتها. والجميع ينصدمون، وتكمل العمة لهم أنهم يمكنهم أن يذهبوا لزيارتها بالمنزل لأن الأصدقاء بلا شك يخففون الهموم عن الشخص. ويوافق الجميع، والعمة تشعر بالسعادة لأنها حققت هدفها. سارة تصل إلى المستشفى وتبدأ تجهز نفسها للعملية، وفي هذه الأثناء يصل هادي للمستشفى ويسأل عنها بالاستقبال ويخبره عن مكانها. وتتفاجأ سارة حين ترى هادي وتسأل كيف علم بمكانها، فيرد هادي أنه شعر أنها ليست بخير، ويعتذر لها لأنه بحث في كمبيوترها وعلم حينها عن الذي تريد أن تفعله، ويعاتبها لماذا تريد أن تفعل هذا الأمر، فترد عليه أنها ليست بحاجة إلى أطفال مع آدم،
وأنه لطالما موجود هذا الطفل لن يبتعد عنها آدم، ويترجاها هذه ألا تفعل هذا الأمر بنفسها، وأنه سيبقى إلى جانبها وتقتنع صارب الكلام هذه وتتراجع عن الإجهاض وتحتضن هذه. في المشهد الأبرز مع السيدة ليلى في المنزل وتلبس ملابس الطبخ، وفجأة يرن جرس المنزل وتعتقد أنها ربا، ولكن تكون المفاجأة أنها سامية ومع أعضاء الجمعية، وتعلم حينها أن العمة أحضرتهم عندها بعد افتتاح الشركة الجديدة، وتسمح لهم السيدة ليلى بالدخول، وتسمعهم فيما بعد وهم يتحدثون أن عليهم أن يجمعوا التبرعات للسيدة ليلى، ولكن السيدة ليلى تواجههم بقوتها وتخبرهم أنها ليست بحاجة إلى مساعدتهم أو تبرعاتهم أو حتى من العمة ألفت، وتشرح لهم عن سبب تواجدها في هذا المنزل بسبب ميراث أبنائها، وتشرح لهم موضوع قطعة الأرض التي بينهم وبين، وأنهم في انتظار أن يتم بيع الأرض، وكل شخص سيذهب في طريقه، وتأتي ربا لكي تقدم لهم الشاي، ولكن السيدة ليلى ترفض وتطلب منها أن تدلهم على طريق الباب، بمعنى أنها تطردهم من المنزل. يعود خليل إلى المنزل في هذه اللحظات ويشاهد صديقات والدته وهم يخرجون منه، ويتفاجأ أن والدته تتشاجر مع عمته وهي تقول لها أنها أرادت أن تسقط قيمتها أمامهم، وأنها أرادت أن تجعلهم ينظرون لها بشفقة، وأنها لن تنجح في هذا الأمر، وتؤكد لها السيدة ليلى أنها في هذا المنزل فقط من أجل ميراث أبنائها وليس من أجلها، وأنها إنسانة عديمة الإحساس، وتتعصب العمة ألفت على السيدة ليلى وتقول لها أن التي تكذب على زوجها لسنين لا يؤثر عليها شيء، وأنها تعلم ما الذي حدث بينها وبين عادل في وقت سابق، وأنها ولدت فارس بعمر 7 شهور، وعلى الرغم من هذا إلا أنها كتبت اسمه على اسم أخوها فوزي الطاهر. ترد عليها ليلى أنها هي من حاولت أن تزيحها من طريقها من زمان من أجل أن تفوز بعادل. تنصدم العمة من كلام ليلى وتكمل الأخيرة كلامها وتقول: شوفي أنت فين وأنا فين، وكل شخص يحصد الذي زرعه، وشوفي أنت زرعتي إيه وحصدتي إيه، وأنها حاولت أن توقع في حفرة ولكن هي التي وقعت بها، وأنها خرجت من هذه الحفرة وهي لديها 4 قطع الماس، وإنها هي بقيت طول عمرها لوحدها وستبقى طول عمرها لوحدها، وأنها لن تكسب أي شيء بسبب غيرتها القاتلة، وأنها الآن لا تشعر بالندم تجاهها لأنها لم تظلمها بيوم من الأيام، وإنما هي من ظلمت نفسها. تنهار العمة بالبكاء بسبب كلام السيدة ليلى لها وكشفها لحقيقتها القاسية، وخليل بنفس الوقت مصدوم من كل الكلام الذي سمعه، وأن فارس هو ابن عادل وليس أخوه من والده، ويشعر بالانهيار ولا يعرف ما الذي يجب أن يفعله. وبنفس الوقت أيضا تكون السيدة ليلى تشعر بالانهيار من كل الذي جرى معها في هذا اليوم. وتنتهي الحلقة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.